أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدا الفيديو ديالي اليوم ما غاديش ننسى انني ندوز واحد التحيه كبيره بزاف للاخ سيمو تركيا، يعني صاحب قناه سيمو تركيا، اللي صراحه الله انا من اشد المعجبين بهذا السيد هذا، وكنتبع القناه ديالو، ويعني كنشكرو بزاف لانه ذكر الاسم ديالي. انا كنتفرج في الفيديو ديالو يعني عادي بحال اي متتبع ديال القناه ديالو، وسمعت الاسم ديالي كيتذكر في القناه ديالو وتيتكلم على انه قناتي قناه المصداقيه وهذاك الشيء. فانا كنشكرك خويا سيمو، كنشكرك بزاف وتنقول لك الله يكبر بك كيف ما كبرتي بيا. بطبيعه الحال الا تكلمنا على المصداقيه فانت انسان صادق في قناتك وما عندكش مع الحيس الكابه، انسان كتخرج كتقول اللي كاين. فهادو من الاشياء اللي خلاوني انني كنتبع القناه ديالك، ماشي غير انا بوحدي وانما حتى انا والام ديالي، يعني ماما من الناس اللي كيتبعوا القناه ديالك واللي كيعجبها الاسلوب باش كتهضر والطريقه، وما يعني اللي على فمك على لسانك، ما كتخبي حتى شي حاجه وما كتجامل حد، ما كتحس كابه حتى شي واحد، وكان هذا اسلوبك منذ وقت طويل. اذا اصدقائي كنقول لكم اللي ما كيعرفش الاخ سيمو تركيا يدخل عنده القناه ديالو، رانا دايره ليه البارطاج عندي في قناتي، يدخل عنده القناه ديالو وراه غادي يعجبكم الطريقه باش كيتكلم هذا السيد هذا. وشكرا مره اخرى خويا سيمو، الله يخطيك. اذا الموضوع ديالي اللي جاي نتكلم عليه اليوم هو الموضوع ديال الحولي اللي داه زريويل لعند ناموسه. الحولي اللي شراه قال لك شراه بواحد الثمن وداه لعند ناموسه، بحال تقول هذيك ناموسه عندها اليتامى، بحال ما عندهاش هذوك الولاد ما عندهمش الاب ديالهم، وبحال الا تقول هذوك السيده ما عندها ما تاكل، في حين انه كنعرفوا على انه ديك السيده راه عندها قناه كتدخل منها زبابل ديال الفلوس، وفي حين انه هذيك السيده راه عندها يعني راه لاباس عليها، ماشي شي وحده عندها سياره وعندها ما عرفت شحال من دار 3 دجور ولا هذا. فهذه السيده ما محتاجاش باش دير ليها انت داك الكبش او داك الحولي. وكاينين الناس بزاف محتاجين يعني محتاجين في هذا العيد هذا هذاك الحولي اللي غديه لهذيك السيده بهذاك الحجم وهذاك الشيء. كان لك تشري واحد 2 ديال الحواله ولا هذا وتقلب على شي امراه عندها اليتامى ودي ليها داك الحولي وتعطيه ليها. يعني افلام مجرد افلام كنشوفوهم يوميا عند هذا السيد هذا، وحنايا يعني ماشي شي حاجه جديده عليه، وجايب معاه امه وجايب معاه مرته موقفهم. انا زعما الصحي صراحه الصحي، لانه انت سبق لك كنتي قلتي على انه اي واحد كيجلس حداه مراته في الفيديوهات او في اليوتيوب فهو ماشي راجل. دابا حنا كنشوفوك موقف الام ديالك وموقف الزوجه ديالك، ويعني فينا هي داكشي اللي كنتي كتقول، يعني كنتي كتكذب على عباد الله، وهذه ماشي شي حاجه جديده. حنا ولفنا على هذا الكذوب ديالك، ولفنا على انك الحاجه اللي كتقولها فانت دائما كدير العكس ديالها، يعني وهذه شي حاجه بالتجريب. وفي الحقيقه راه خوك الجوك توعد وقال بانه راه غادي يحط واحد الرياكشن عنده في القناه ديالو، وغادي يحط فيها جميع التناقضات ديالك نتايا. يعني صافي حفات لك النقشه، حفات لك الشوكه، ما بقى عندك ما يدار. ولينا دابا حاليا كنشوفوك كتخرج، ما بقاوش حداك هذوك المجموعات اللي كانوا معاك سابقا، دوك العصابه ديالك كل شيء مشى عليك، بقيتي انت بوحدك دابا. وليتي كدير في جنابك الام ديالك ومرتك، رغم انه كيف ما قلت لكم هذا السيد هذا واحد الوقيته كان قال لك الراجل اللي كيحط المراه حداه في اليوتيوب وهذا كدير معاه فيديوهات راه ماشي راجل. فاليوم حنايا غادي نسميوك اللي ماشي راجل، وانت في الاصل راك ماشي راجل. فصراحه الله كنت قلتها سابقا في واحد اللايف وقلتها في فيديوهات كثيره بزاف، قلت لكم بانه هذا السيد هذا هاد العيد هذا كان كيدير فيه خبله مع المحسنين، كان كيخرج وكيبقى ينصب على الجاليه، كيبقى ينصب عليهم، احكا كنعطي الحواله في سبيل الله، احكا كندير الاحسان، احكا كندير هذه، وهو في حقيقه الامر ما كان الا كينصب على عباد الله. من هذا المنبر ايضا كنحيي خوك الجوك، لانه خوك الجوك ولد مدينتي ولد مدينه الدار البيضاء. كنقول على انه هذا السيد هذا راه ما غاديش يتنازل على هذيك الاهانه اللي درتيها للزوجه ديالو، داك الكلام اللي قلتيه في حق الزوجه ديالو ما غاديش يتنازل عليه، وبطبيعه الحال غادي يجبد لك الدواسه الخاسرين كلهم ديالك.
فكان عنده الاخ منافقون جدد، كان عنده واحد المداخله وقال ليه بانه بدا كيتكلم على الناس بزاف اللي كنتي اللي وعدتيهم على انك غادي تساعدهم، ومنهم داك السيد اللي كان مسكين عنده سرطان في الانف ديالو واللي ما ساعدتيهش، واللي يعني مجموعه ديال الاشخاص اللي ما ساعدتيهمش. خوك جوك توعد على انه غادي يمشي لهذوك الاشخاص برجليه وغادي يمشي عندهم باش يدير لك الفرشه، باش يشوفوا هذوك الفلوس اللي كانوا الناس كيصيفطوهم من اصحاب الجاليه، كيصيفطوهم من الخارج وكانوا كيجيو عندك انت وما كنتيش كتعاون بهم الناس، وانت كتقول انا كنعاون الناس. ف شي حاجه باينه واضحه جدا، هذه حاجه باينه واضحه لواحد الانسان اللي ما خدام ما ردام ما كيدير حتى شي، ما عنده حتى شي مشروع ولا مثلا شي محل كيبيع فيه ويشري فيه ولا شي حاجه، وداخلينه الفلوس كتار، يعني شاري طوموبيل، شاري ابارتمون، سمعنا على انك شريتي حتى في مدينه طنجه، شريتي شي ملك تما وهذا. والفلوس اللي كتخرجوا من هذاك الصويك اللي حاطه قدامك دائما كتخرج منه الفلوس. فهاد الشيء كامل بغينا نعرفوا هاد السيد هذا اللي ما خدام ما والو منين كيجيوك هاد الفلوس. حاجه باينه واضحه، راه انت نصاب كبير بزاف، ولكن ان شاء الله طال الزمن وابقى صور كما كنقولها دائما، غادي ربي سبحانه وتعالى غادي يفرشك وغادي تبان الحقيقه ديالك. انت دابا كتعيش اللحظات الاخيره من حياتك قبل ما تدخل للسجن، يعني الحياه الطبيعيه الحره. انت دابا عيش كيف ما بغيتي، وما غاديش ان شاء الله ما غاديش يتعطلوا عليك في السجن، لانه الشكايات جايين كما قال خويا مراد الوانكم، حتى هو قال لك بانه بزاف ديال الناس من الجاليه كيوجدوا شكايات، لانه نتايا او داروا شكايات عفوا سمح لي، لانه نتايا ما كنتيش كتحترم دوك الناس، كتخرج وكتبقى تعاير فيهم. سيد اللي قال لك بانه كيدافع على المراه وعلى حقوق المراه، انت اول انسان كتضرب في المراه، وانت اول انسان كتعاير النساء وكتنمر عليهم. كل وحده كتجبد لها الصوره ديالها، وحده تجبد لها تقول لها سنان العود، وحده تقول لها خنافر ما عرفتش شنو الجمل، وكل وحده شنو كتقول عليها. وهذا الشيء ما كيشرفناش حنا كمغاربه، وهذا الشيء ما كيعجبناش بصفه نهائيا. بحال تقول نتايا ايه في الجمال، قبل ما تنمر على الناس وقبل ما تنعت في الناس وتقول عليهم الكلام الخايب، شوف راسك حالتك انت الاول عاد باش تكلم على الناس الاخرين. فكيف ما قال خويا سيمو تركيا وتكلم على هذا الموضوع هذا، قال بانه شو انت حالتك كي وليتي زراقيتي، حتى يديك حتى هما زراقوا، يعني ولات حالتك حاله. ويعني والله العظيم يعني في الاصل انت كنتي حالتك، ودابا زدتي كملتي اكثر من القياس، لانه كاع اللي كيتنمر على الناس وكاع اللي كيعاير على الناس غادي تكون عندك واحد النهايه خايبه. انا كنقولها والله العظيم غتكون عندك واحد النهايه خايبه، وحنا كنتمناو انه تدخل للسجن، لانه انت انسان كتستحق انك تدخل للسجن، وماشي دابا راه كان خاصك مده هذه تدخل للسجن، ولكن ربي سبحانه وتعالى اي حاجه كيعطل فيها الا وكيكون عندها سبب. اذا اصدقائي مره اخرى كنشكر الاخ سيمو تركيا لانه ذكر الاسم ديالي عنده في القناه ديالو، ويعني دار لي عطاني واحد لو كلاسمون مع الناس اللي كيعجبوني، الناس اللي زوينين، بحال طاطا بديعه، بحال الاخت عيشه الرباله، بحال مجموعه من القنوات لبنى شانيل، بزاف الاسماء اللي انا كنفتخر بهم واللي كنتابعهم. فهذا شرف ليا خويا سيمو، وانا راه الهام كازابلانكا غير للتذكير فقط، لانك قلتي كازابلانكا ولكن انا عرفتك على انك انت كتكلم عليا. فشكرا لك خويا سيمو، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، احبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.